أحبتي، ما زالت كورونا في بلادنا، ولكن مما نسمعه من أخبار ونسمعه من قصص تبكي الحجر وتجعل القلب ينفطر كمدا وألما، ندرك تماما أننا نحن الوباء وليس كورونا. ندرك تماما والله أننا نحن الوباء وليس كورونا. حينما ترى رغم كورونا ورغم ملايين الموتى والمصابين بهذا الفيروس، إلا أن المسلم ما زال يقتل أخوه المسلم، عندها تدرك تماما أننا نحن الوباء وليس كورونا. حينما ترى بعض العرب عبر المواقع يشجع حقوق الشواذ في بلادنا ويبصم دفاعا عن حقوقهم، حينها تدرك أننا نحن الوباء وليس كورونا. حينما تسمع بالأمس عن اغتصاب طفل سوري لم يتجاوز 14 عاما في بلد من بلادنا العربية، تدرك أننا نحن الوباء وليس كورونا. حينما ترى الفيسبوك هو أكبر مزاد علني للكذب وللحقد وللفتنة ولإخراج الشائعات ولفضح الناس والنساء والبنات والشباب، حينها والله تدرك أننا نحن الوباء وليس كورونا. حينما تجد بعض المساجد فتحت في بعض البلاد العربية، والذين حضروا إلى المساجد هم المصلين القدماء، وفي المواقع الافتراضية بكى العرب على إغلاق المساجد، ولما فتحت المساجد في بلادهم سطروا سطرين صلاة الفجر، سطرين صلاة الفجر. أجدنا البكاء على المساجد في المواقع الافتراضية، أما لما فتحت في الواقع فما وجدنا إلا أهلها القدماء. حينها تدرك أننا نحن الوباء وليس كورونا. ولن ينتهي الوباء إلا حينما نصلح ما بيننا وما بين الله، ونعود عودة حقيقية إلى الله، ونصلح قلوبنا وبيوتنا وأهلينا وبناتنا وعائلاتنا وأنفسنا. حينها سندرك تماما أن الفرج قريب